السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير متابعيني. مساك الله بالخير ابو عبد الله. حياك الله يا كيف حالك؟ حياكم الله اخواننا المتابعين، نسال الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا وياكم دائما على الخير. اللهم امين. اللهم امين. دكتور، بالنسبة حق الانتخابات بعد 3 أسابيع ان شاء الله. وفي بعض الناخبين يصوت مثلا حق مرشح لانه خدم مثلا في معامله، او يصوت على انه يعني ابن قبيلته او ابن طائفته. نعم. فايش رايك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اول شيء اشكركم على هذه الاستضافه. بلا شك اننا مقبلون كما تعلمون على الانتخابات الجديده 2020، وحقيقه من الضروري جدا ان يكون عند الناخب الكريم وايضا المرشح، بل على الجميع ان يكون عندهم حقيقه نوع من الوعي، لأن هذه مصلحة ليست مصلحة خاصة ولا هي مصلحة فردية. وللأسف من المعايير الخاطئة في الاختيار اليوم الاختيار بناء على المصلحة الخاصة، المصلحة المحدودة. بعض الناس يصوت اليوم لأن هذا من قبيلتي، أو يصوت لأن هذا من عائلتي، أو خدمني، أو من سوالي خدمة. نعم. دون النظر اليوم في شخصية هذا الإنسان الذي ستنتخبه. لا شك أن هذا الصوت لا تملكه أنت وحدك، تملك أنت ويملك أبنائك ويملك أهل بلدك، بل يملك البلد بمجموع من فيه كلهم اليوم. صحيح. واختيارك الخاطئ سيترتب اليوم عليه أيضا خروج من لا يستحق. نعم. فدائما الإنسان يضع أمام عينه أن يضع صوته في مستحق، في من يخاف الله عز وجل، وفي من يخاف على مصلحة البلد، وفي من ينظر اليوم إلى المصلحة العامة دون المصالح والمكاسب الشخصية الخاصة للأسف الشديد، التي كان منشأها وسببها هو الاختيار الخاطئ. فالخطأ بدأ من البداية عند الناخب وليس عند هذا المرشح السيء الذي أضر البلد لسنوات طويلة جدا، وجعل مصالح الناس كلها وراء ظهره. المهم كما يقولون في المثل: أنا ومن بعدي للطوفان. نعم. زين ابو عبد الله، ما هي صفات المرشح؟ هذا حقيقة سؤال مهم جدا. أولا، المرشح الذي يجب أن تختاره هو إنسان صاحب الدين، لأن من أصلح ما بينه وبين الله عز وجل من المحال أن يقطع ما بينه وبين البشر. الأمر الثاني وجود الأمانة. الأمر الثالث وجود القوة. ممكن يكون رجل صالح لكن قد لا يكون قوي. أيضا وجود الخبرة. اليوم مجلس الأمة ليست قسم في وزارة ولا هو منصب وظيفي محدود، بل هذه تحتاج إلى أن يكون هذا العضو مطلع اليوم وعنده الخبرة الكافية التي تجعله يلم بهذه القوانين، حتى لا يقع ولا يوقع أيضا الآخرين في حرج نتيجة جهله بما يعرض عليه من قوانين ولوائح وغير ذلك. الأمر الأخير وهي قضية اليوم تاريخ هذا الإنسان. من المهم جدا يكون عند الإنسان معرفة واستقراء لتاريخ مثل هذا الإنسان. الإنسان اللي من عرف بحسن السيرة وحسن السمت وحسن والصلاح، وعرف الإنسان بعلاقاته الطيبة، لم يلوث يده يوم من الأيام بالأموال المشبوهة. هذا من أكبر معايير الاختيار التي ينبغي أن تكون حاضرة. وفوقها كما ذكرت أولا وأخيرا أن يكون عنده حقيقة هذا الإخلاص ولله عز وجل في رغبته بالترشح، وأنه يريد نفع الناس ويريد أيضا نفع البلد. هذا هو المعيار المهم في اختيار المرشح. صحيح. نعم. صحيح. زين ابو عبد الله، في ظاهرة دائما في الانتخابات نواجهها احنا، ظاهرة سيئة جدا، وهي شراء الأصوات. صحيح. والله حقيقة أنا أستغرب حقيقة ممن يرخص نفسه ويبيع صوته، سواء كان من الرجال أو النساء. نعم. بل الأسوأ اليوم أن يقبل بعض الناس أن يعرف أن أهل بيته وبناته ونساءه يبيعون أصواتهم لمرشح. هذه من الدناءة والخسة فضلا قبل كل شيء. طبعا فوق هذا أن فيها رشوة وفيها أيضا خيانة للأمانة. شراء الأصوات محرم. أولا صاحبه ملعون، الراشي والمرتشي والمتوسط بينهما، لعن الله الراشي والمرتشي. أن فيها خيانة للأمانة، أن فيها شهادة للزور، أنها فيها تنصيب لغير الأكفاء والمستحقين والصالحين، أن فيها حقيقة هضم لمن يستحق أن يصل هذا المكان عبر تنصيب هؤلاء. اللي يبيعك اليوم مثل ما يقولون سيبيعك غدا. صح. اللي ارتضى أن يعطيك اليوم 1000 دينار
سيرتضي لنفسه أن يباع هو ويشترى بمئات الآلاف وبالملايين. زين أبو عبد الله، نصيحة أخيرة للمرشح إذا أصبح نائب. طيب، نصيحة للمرشح حقيقة، أولا أن يتقي الله عز وجل، وأن يحرص حقيقة على أن يسأل الله عز وجل الإعانة. هذا المكان ليس مكان هين ولا مكان سهل، مسؤولية عظيمة وكبيرة وأمانة. الله جل وعلا ذكر أن الجبال والسماوات والأرض أشفقت من حمل هذه الأمانة، وحملها هذا الإنسان الضعيف، ولذلك إذا لم يقم بها حق القيام فإنها ستكون عليه حسرة وندامة يوم القيامة. صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة: لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيت عن مسألة وكلت إليها. فدائما الإنسان يستعين بالله ويتجرد من حوله وقوته. الأمر الثاني أن يضع نصب عينه اليوم رضا الله عز وجل ولو سخط جميع الناس عليه. الأمر الثالث أن يضع نصب عينه كذلك اليوم أن لا يفعل ما فيه تجاوز على الشريعة. نعم. سواء في دين الناس، في أخلاقهم، في ثوابتهم، في أموالهم. يجب أن يكون الإنسان يضع اليوم رضا الله أمام عينه ويقدم اليوم حكم الله على حكم كل أحد. الأمر الرابع وهو أمر مهم جدا، قضية اليوم أن يعرف هذا الإنسان أن قيمة الإنسان ووزن الإنسان عند الله عز وجل وعند البشر هو بقدر ما يكون من هذا الإنسان من حسن السيرة. كم من إنسان جمع الأموال وكنز الثروات وبنى القصور لكنه سقط من عين الناس، وقد سقط القصور لكنه سقط من عين الناس، وقد سقط من عين الله قبل ذلك. نعم صحيح. فلذا وكم من إنسان مثل الناس تمثيل حسن وكان صادقا أمينا قويا متقيا لله عز وجل، وربما قبل سنوات وعقود طويلة لا زالت الناس تذكره بالخير وتدعو له، وربما هذا الإنسان في عداد الأموات. نعم صحيح. فدائما الإنسان يضع تقوى الله نصب عينه ومخافة الله أمامه. نعم. ويعلم أن الله عز وجل سيسدده. نعم. كما صحيح. قال بعض الصالحين: أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الآخرين. نعم صحيح. نعم صحيح. الله فيكم. زين دكتور، كلمة أخيرة حابة توجهها لأخواننا الناخبين وأخواننا النواب طبعا. نعم. الكلمة الأخيرة حقيقة للإخوان من الناخبين، أيام قليلة وتفصل بيننا وبين هذه الانتخابات. أقول: وإذا خلوت بنفسك وأنت أمام الورقة اجعل مخافة الله نصب عينك، وأنت اختار من هو تشعر أنك حينما تختاره وضعت صوتك في المكان الصحيح. نعم. الذي لن تسأل عنه يوم القيامة. نعم. وأنك أديت الأمانة على الوجه المطلوب. هذا أمر مهم جدا. لا تجامل أحد. هذول يوم القيامة أقرب الناس لك أبوك وأمك وإخوانك وزوجتك وأبنائك لن يدافعوا عنك، كل واحد يريد أن يخلو ويسلم بنفسه. نعم. الأمر الثاني بالنسبة لإخواننا المرشحين، لا شك أن البلد محتاجة إلى الصالحين والأوقياء والأنقياء والكفء، وكونوا أحد هؤلاء ممن يمثل هذا البلد. هذا البلد الذي قدم لكم من يمثل هذا البلد، هذا البلد الذي قدم لكم الكثير، يستحق منا أن نقدم له أكثر، لأننا فعلا هذا حقيقة من الوفاء لهذا البلد أنك تكون ممن يخدمه في هذا الموضع الذي إذا اختارك الله عز وجل أن تكون في هذا المكان. أخيرا لإخواني جميعا، الانتخابات تزول وتذهب، تبقى الرحم هي أهم شيء. حافظوا عليها ولا تقطعوا ما بينكم بين أرحامكم، واتركوا الكلام والقيل والقال والغيبة والكلام بالظن والكلام في الآخرين، وتتبع اليوم المعرفات المجهولة في مواقع التواصل. واتهام الناس واتهام الناس بالباطل والنيل من أعراضهم. هذه كلها ربما تكتب ولا يعرفك أحد، لكن هذه كتبت عليك صحيح. حينما تلقى الله عز وجل في صحيفة أعمالك، إن كان خيرا فخير، وإن كان شرا أعانك الله عز وجل عليه. الله يعطيك العافية دكتور، وجزاك الله خير وما قصرت. الله يحفظك.